مع تحديد فاتح يونيو 2026 كآخر أجل للأداء، تتجه الأنظار إلى رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. في هذا الإطار تعمل المديرية العامة للضرائب على توفير خدمات رقمية وميدانية لضمان أداء سلس وتفادي التأخر والغرامات. تفاصيل أكثر في روبورتاج صفاء نوري وحسن منظور. مع اقتراب فاتح يونيو 2026 يقترب موعد يذكر كل من يملك بيتا بأن للانتماء كلفة. وفي قلب هذا المشهد تتحرك المديرية العامة للضرائب كمنسق خفي يحاول أن يجعل من أداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية رحلة أكثر سلاسة وأقل تعقيدا. فهناك من وصله الإشعار فبات الطريق أمامه مفتوحا على أكثر من جهة عبر هاتفه، حيث يؤدي مستحقاته من خلال تطبيقات مخصصة لأداء الفواتير داخل المساحة المخصصة لهذه الرسوم. كما تتيح المديرية إمكانية الأداء عبر الحسابات البنكية لدى مختلف الأبناك. ولمن يفضل القرب تظل وكالات الأداء متاحة. أما الخيار الرابع فيمر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية، حيث يمكن الأداء بواسطة البطاقة البنكية في دقائق معدودة. ورغم كل هذه الخدمات المتنوعة، لا يزال بعض المواطنين يختارون التوجه إلى المديرية، خصوصا أولئك الذين لم يتوصلوا بالإشعار بحثا عن التوضيح والإطمئنان. ما جاتنيش لافي دامبوزيسيون، دونك ما عرفتش شنو خصني ندير. جيت نسول هنايا، قالوا لي بلا خصهم يعطوني واحد لا ريفيرونس دو بايمون وختي نمشي نخلص في التسييلات. دونك انا دابا دخلت، راه عطاوني لا ريفيرونس دو بايمون والحمد لله كلشي تسهل هنا، ما كاينش الناس بزاف، كلشي مزيان الحمد لله. ولأن كل التفاصيل محسوبة لم تترك المديرية شيئا للصدفة، فحتى في غياب الإشعار يظل الباب مفتوحا. الدراية بهذه المعلومات التقنية الجديدة. في هذه الحالة هذه فكاين جوج الإمكانية أنه يجي المديرية العامة للضرائب ويسول على الناس ديال المصلحة ديال التواصل والمساعده ديال الملزمين. في هذه الحاله هذه غادي نعطيوه واحد لي ريفيرونس باش يتمكن باش يخلص الضريبه ديالو حتى هو عن بعد. وكذلك كاين عندنا الموقع ديالنا الالكتروني www.tax.gov.ma اللي غيطلب منه باش يعمر واحد المجموعه ديال المعلومات، وغادي ياخذ عاوتاني هذوك لي ريفيرونس اللي تتكون من 13 رقم ويتمكن من اداء الضريبه ديالو بكل سهوله. وفي زمن تتعدد فيه الوسائل لم يعد الأداء عبئا كما كان، بل صار مسارا واضحا مدعوما بالتقنية ومفتوحا للجميع قبل أن تتحول المسؤولية إلى غرامة.